أن جزائر ضعيفة مهددة بالتقسيم. من الحكمة بالنسبة إلى تونس أن تستفيد من قوة دولة المغرب. تبرز الصحراء التونسية التاريخية لقاع اقتطاعها من المستعمر الفرنسي وضمها إلى الجزائر في منطقة كلها بترول وغاز وثروات لا تقدر بثمن. اليوم تنعم بها الجزائر وتونس تتفرج بعينيها. اليوم يجب أن نعترف أن جميع الحكومات التونسية تتكئ على الجزائر وتقترب من الجزائر وتقدم لك الجزائر كل المساعدات، ويجب أن ندرك أن جزائر ضعيفة مهددة بالتقسيم. من الحكمة بالنسبة إلى تونس أن تستفيد من قوة دولة المغرب من أجل على الأقل المراهنة على كسب سيادتها واستقلالها. يعني وانت قاعد تحكي هاي الخريطة. ونحن نعلم جيدا أن العلاقات بين باريس وبين الجزائر ساءت جدا خلال السنتين الأخيرتين. وأذكر لكم مسألة مهمة جدا. في حقبة المنصف المرزوقي، في حقبته هو ورئيس الدولة، طرح في مجلس الأمن القومي وقتها، عرضت الجزائر إمكانية مساعدة تونس عسكريا في صورة التعرض إلى استهداف إرهابي. في ذلك الوقت عبر رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي رفض قبول هذا العرض الجزائري وعوضه بعرض آخر من المغرب. قال بإمكان المغرب أن يقدم مساعدة للجيش التونسي في صورة استحقة لهذا دون الحاجة إلى الجزائر. وأنا بودي وأعيد مرة أخرى، من الحكمة بالنسبة إلى تونس أن تستفيد من قوة المغرب من ثلاث دول في العالم موسخة زيمبابوي، بنغلاديش، الجزائر. مهم جدا موضوع صنصال، لانه صنصال راهو صاي في الضفه الاخرى، راهو وصل وراهو ديجا ما ربوزاش يا خاطر ديجا بدا شويه في الحوارات، والسيد راهو معول كيما نقول، ماهوش جاي زعما صاي يا جماعه راني عيان راح نرقد واصبروا عليا شهر الجاي نتكلم. خارج يعني بعزيمه عجيبه يا خاطر، يعني تحير. هذا اللي كانوا يقولوا عليه مريض وراو في ستاد تري كريتيك ولازم يعالج. نهار السيد يعني رايح وراه من فواياج قال لهم راني جاي وراه معول. ماذا بي يعني كي تتصلوا تعطيونا رايكم فيها. حنحكيو طبعا على الاعلام الجزائري لانه تناول القضيه هذه بحكم انه تبون احسن ما فعل مع زوزي مصطفى من وجهه نظر هذه اللي حاول. ماذا بي يعني كي تتصلوا تعطيونا رايكم فيها. نعاودوا نسمعها خويا المخرج. الجمهوريه تثبت انه انسانيا ما كاش واحد اللي دار يعني دي زاكت هيومانيتير فيما يخص الحريات، سورتو واحد كيكون في الحبس على بالك الحريه غاليه بزاف كيما رئيس الجمهوريه. هذا تصريح يعني هل صحيح انه تبون يعني واحد مدى كيفه في مجال الحريات؟ انه السجون دركا فيها بنساء، فيها بنات، فيها شيوخ كبار، فيها اللي راهو مريض، فيها اللي راهو عنده 30 سنه، فيها اللي راهو ما فهمتش. بالك ربما انا اللي ما فهمتش، بالك خونا معزوزي عنده ربما تفسير اخر ولا انتم ما تقدروا تفهموه لنا. على كل حال نفتحوا المكالمات. الياس خويا السلام عليكم. الياس مرحبا بك يا خويا، واش راكم لاباس خويا لطفي؟ الحمد لله ربي يحفظك. ونحيي جميع الاحرار في الداخل والخارج وبارك الله فيكم. وش نقول مطلقوا صراحه ولاد الشعب النظام هذا اللي عنده شويه شعره. انا نقول له شوف، تبون خسر في كل القضايا، تبون من اللي جا غير المرض والحريق وخسر قضايا، خسر بريكس، خسر اموال كبيره، خسر هذه الصحراء، خسر قضيه تاع حنصال هذا ولا صنصال، خسر كل القضايا. دوك تبون خسر كلش. استحيوا، سرقتوا البلاد، قتلتوا، تسبوا، تشتموا، تغشوا، انتم نظام غشاش، اديتوا الحكم بالباطل، انتم غير شرعيين، ما عندكمش شرعيه، تكذبوا وتجدوا الشعب تدخلوه الحبس وتخرجوا المافيا، تخرجوا هذا الصنصال هذا اللي يسبكم وشتم الشعب وشتم الامه وشتم الشهداء وشتم البلاد ودار الباطل ودار اموال وخليتوه يروح. ولاد الشعب ما داروا والو. واش بيكم هذا؟ اش حاشموها؟ استحيوا. والشعب الثاني راهو مشارك في السقوط ديالو. أتأكلون وتنامون كالأنعام، راكم كالحيوانات. أو كي تحاسبوا يوم القيامة كيفاش تقولوا ربي؟ أما كنت لعبة أخيرة
ظلمة القبر والحساب والعقاب وجهنم، خالدين في جهنم. قل الحق ولو كان مرا ولو على نفسك. الله يهديكم. أو كلش فساد في الجزائر، على بها مشيتوا ما يخافوش ربي. هذا دوك نقول لك، يقول لك باللي راهو التبون دار حاجة عظيمة كي خرجوا. صافي معناتها العام اللي جوزوا في الحبس راكو كنتوا ضده، ما عندهم دوكا راكو تشكروا فيه كي خرجوا. صافي شو سبحان الله دور عليهم النعر والكذب، الحبل ديالو قصير، خسر كل القضايا. دوك التبون خسر كلش. شكرا ليك خونا الياس، شكرا ليك. اكيد وما ربح حاجه، تسمى لازم نلقاو له حاجه على الاقل. دينار بالك طلع الدينار شويه. نرجعوا للقضيه تاع صنصال. كما قلت لكم صنصال ديجا كيما وصل من الطياره في الليل بعدها اتصل به كما شفتوا كمال داوود صديقه اللي هو كاتب اوسي، وديريكت ديجا دار عليه مقال، وديجا واش راك يعني مصف المكالمه الهاتفيه، لانه سقساه كيفاه كانت الحاله، كيفاه كان الوضع، وين كنت يعني مش كنت عايش، كيفاه كنت تدير. سقساه مام مش كنت تقرا كتب، قال له ما كانش كتب فرنسيه كان بالعربيه. قال له مديت رشوه، قال لك يخدموا بالدخان الهي، قال لك شريت دخان ومديت رشوه باش واحد من الحراس جاب لي كتاب فرنسي من برا. هدر امور كيفاه كان راقد، كيفاه تمرمد، كيفاه كذا، هدر كيفاه يعني كانوا يسالوه كيفاه كان يشوف الوضعيه. ان توكا شفنا دوتر زارتيكل خرجوا تنا في لو بوان، الله اعلم في لو بوان تنا في عديد من الصحف على كل حال، ويقول باللي راهو جاي وراح يوعد يعني الناس انه رايح يدير يعني مقالات وحوارات، وبالك لا كتاب مقالات باش يحكي على الديتاي واش صار. وعم بالكم باللي هادو الناس عندهم واحد القوه في الكتابه، في الوصف في لي ديتاي. مام لحظه تاع 1 سكوند يقدر يدير لك منها كتاب، يوصف لك دقيقه بدقيقه ما هي مشاعره وش حس وماذا يعني يشعر. دونك رايح تسير كما يقولوا